مش عايزه الصراحه. ايه كنت عايز؟ انت مش اللي فاهمه خليتيني ايه اعمل كده. يعني. ايه اللي خلتك عم تعمل كده؟ مش فاهمه. هي اللي وصلتني لكده. انا اللي وصلتك لكده؟ اه بجد مش لاقي خناقاتك. بجاحه، مش لاقي كلام اقوله لك. وصلتك لايه؟ هو انت خناقاتك واسلوبك وكل اللي انت بتعمليه ده هو اللي وصلني لكده. انا اه محمد كل البيوت فيها مشاكل يا محمد. لو سمحت يا دكتور. وانت ازاي اصلا تعمل حاجه انا؟ لا انا عملت كل حاجه بموافقتك وانت اللي قلت. غلطانه بتجيب اللوم على غيرك؟ يعني معلش هي لحقت تعمل ايه؟ انت أصلاً؟ غلطان بتجيب اللوم على غيرك؟ يا ثانيه واحده يا شمال، هي لحقت تعمل ايه اصلا؟ انتوا اصلا مش مكملين بقالكم سنه. هي عملت ايه اصلا؟ هي لحقت تعمل ايه؟ مش فاهمه. يعني انت بتقول كلام غريب. ما حضرتك انت دلوقتي اعترفت قدام الناس اللي قاعده في اللوكيشن دي، احنا كده كده ما بنصورش. فانا مش فارق لي الحلقه، انا فارق لي هي. حضرتك هي اللي وصلتني لكده، الخناقه اللي معايا وانا كنت مخنوق. لا وهي معلش كانت ممكن اسال يعني انا اكون مخنوقه واروح اكلم واحد تاني عادي؟ لا طبعا. طب واللي حلو ليك وحش ليه؟ طب انت شايفها اثرت معاك في ايه طب عشان تعمل كده؟ لا هو مفيش اي مبرر للخيانه. لا هو قال انت السبب. لا مفيش مبرر للخيانه. هو ايه اللي بيحصل ده بس؟ معلش ممكن يا استاذ ده بس. ما هو الدكتور قرر ينيم الضيف مغناطيسيا في نص الحلقه، اعمل ايه؟ تعالي نتكلم في الموضوع ده يعني في دكتور. طب انا ايه مشكلتي؟ انا برضو عايز افهم ايه مشكلتي. مشكلتك ما تهزرش. ممكن بقى يا دكتور تشوف لنا القصه دي؟ انا عايز اساعدك والله بس مش عارف انت انت كده عايز تساعدني؟ انت رافض ليه طيب؟ انت كده مش عايز تساعدني. خلينا نعمل محاولة تانية يمكن الكلام يتغير. انها علاقة عابرة، بتكلمها بس في التليفون. لا خايف الدكتور ينيمك ليه؟ قابلتها مرة اهو كل بقى ما هنضغط هنلاقي مصيبة جاية. لا لو سمحتي ما تضغطيش عليه، خليه هو يطلع كل اللي جواه بالراحة علشان هي حتى ينفع تسامحه. محمد بعد اذنك عشان خاطري، بعد اذنك حط ايدك كده، والله عايز اساعدك. حط ايدك كده، اهدى خالص، اهدى خالص، ما تنفعلش. مش عارفه انا الناس اللي انتوا بتجوها لي دي الصراحه بس كابل ايه وزفتي. استاذ محمد سامعني؟ ازيك؟ متجوز بقالك قد ايه؟ يعني واحد. متجوز مراتك بقالك قد ايه؟ شيماء ولا ايه؟ هو انت في حد اسمه ايه متجوزها؟ انت كده بتحل؟ طب الجوازه دي رسمي ولا عرفي؟ شيماء ولا ايه؟ شيماء رسمي. رسمي. طب وآية؟ بعد شيماء. رسمي ولا عرفي؟ عند محامي. يعني عرفي. متجوزها بقالك قد ايه؟ بعد شيماء ب6 شهور. بعد شيماء ب6 شهور؟ لا. طب يا كفايه. لا. خلاص بقى، انا معلش انا مش قادر اساعدك اكتر من كده. هو ايه قصه التعدد بقى اللي عندكم دي بقى يا دكتور؟ معلش ايه قصه التعدد بقى اللي عند الرجاله دي؟ معلش. لا بصي، هو طالما قال دخل في جواز فانا ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه. هو الراجل ما يعني هنقول يتجوز، ده عرفي. هو مشكلته كلها انه ما بلغهاش بس. ده يعني دي المشكله اللي انا شايفها. سألت ليه؟ انا لما كان هتطلق الصراحه. مين اللي تطلق؟ لا ليه ايه اللي بيتجوز عليا بعدها ب6 شهور؟ 6 شهور؟ مين حضرتك؟ امال لو قعدت معاها 7 سنين هعمل ايه؟ ايه خليك حقاني معلش. بيتكلموا على ايه؟ ما بعد 6 شهور، بعد شهور تانية يعني يتجوز تاني بقى. تالت بقى بيجرب. تالت صح. تالت. متجوز ايه عرفي؟ ايه مين اللي قال كده؟ انا اللي قلت كده. انا اللي قلت كده. مين اللي قال كده؟ انت اللي لسه قايل كده. انا قلت كده؟ محمد انت برضه مش هينفع كل مره تنكر، لان خلاص اللي اتعرف الاول خلاص هيتعرف. انكر ايه حضرتك؟
التفاصيل اللي انت قلتها. تفاصيل أنا إيه؟ كنت متخيل ان انت هتقول لي مفيش حد وايه دي اختي، وطلعت يعني حسستني ان انا ورطتك اكتر من الاول. شايلتني ذنب بصراحه، بس مش ذنبي، مش ذنبي والله، دي مشكلتك انت. مخبي ايه تاني؟ ده انا لو كنت سبتك نص ساعه كان زمان الاستوديو اتكسر علينا. هو اللي انت بتعمله ده صح حضرتك؟ انا ما عملتش هو اللي حاجة. صح ولا انت اللي مش صح؟ ايه دي طيب؟ انا مش هادة، انت بتتكلمش معايا اصلا. انت اصلا بتتكلمش معايا، بتتكلم معايا بصفتك ايه اصلا؟ ايه اللي بصفة ايه ما دي؟ تتكلمش معايا. يعني ايه يعني؟ انت ما تتكلمش معايا. ازاي؟ هو كده. هو ايه اللي ما كده؟ تتكلمش معايا. لا اتكلم معاك. لا ما تتكلمش معايا. انت هتصدقيه؟ لا الكلام خلص معايا كده. هتصدقيهم؟ لا 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 صدقته. صدقت الكلام اللي انت اللي قلته. ايه اللي انا قلته؟ طيب ما قلتش انت حاجه. متجوز ايه من 6 شهور؟ متجوز ايه؟ عرفي عند محامي. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت اللي قايل الكلام ده. طب بص لي انا ليه انا ما قلتش؟ انا مش مصدقه ليفل البجاحه ده، ليفل جديد الصراحه. محمد اعتقد دينا انا خلاص المشكله اتصلحت، يا ريت بس نختم الحلقه دي. اختم ايه؟ بتاع متجوز عليها، اختم ايه؟ انا كده محتاج اختم الحلقه يا جماعه، وبعدين نبقى نكمل المشاكل كلها. جاهزين؟ خلينا خلي الناس تشوف شغلها يلا عشان نخلص. حضرتك انا عايز اختم الحلقه عشان امشي. ده لو هي اصلا نزلت تروح معاك. لا هتروح معايا. لا انا مش هروح معاك. ايه اللي مش هتروح معايا؟ انا مش هروح انتوا معاك. لازم تروحوا هو تحلوا كده. مشكلتكم بهدوء في البيت يا جماعه. احنا لازم تحلوا مشكلتكم بهدوء تحل في مشكلتنا البيت. ازاي وانت خربتها؟ أنا هو ما اللي خربتش خربها، حاجة. هو اللي بياخدها. انا ما خربتش خربها في حاجة. ايه؟ ده هو؟ غريب جدا. هو خربها في ايه؟ هو اللي خربها ولا انت اللي خربتها؟ هو انا اعرفك ولا عمري شفتك؟ ايوه انا عايز ايه يعني؟ انا عايزه اتطلق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو كده. خليك معايا بقى. جماعه يعني الامور ما تتحلش هو كده. ده اللي هيريحك يعني؟ ده اللي هيريحني. طب يا جماعه بعد اذنكم نختم الحلقه وبعدين يا استاذ معتز هختم الحلقه اقول لا لو ايه؟ سمحت تختمي الحلقه عشان عايزه امشي بعد اذنك. انا عندي حلقه لازم اختمها يا دينا، يا ريت نخلص وبعدين نقعد نتكلم في كل الكلام ده. انا بس يا دينا قبل ما اختم عايز بس تساليهم كل واحد فيهم سؤالين كده عن الحب والعلاقات. حب ايه بيخونها يا ماشي، هو معتز؟ عشان يقفل هو انتوا بس، عايزين عشان يبقى يقفل، فيك؟ عشان يقفل بس. مش قادر تعتذر؟ انا ما عملتش حاجه ايه غلط عشان البجاحه اعتذر. دي؟ ده. ايه يعني انت البجاحه جالك دي؟ فرصه الاعتذار دلوقتي ومش عايز تعتذر؟ انت حضرتك انت كده انت بتعقد انا لا الأمور. بالعكس، هو لو اعتذر هتسامحيه مش كده؟ لا هي لو سامحته يبقى ما عندهاش كرامه. لا ملوش علاقه. لا ليه لا علاقه. لا لا، في بيوت كتير لا ليها علاقه علشان عشان ابني ده يشفى. على فكره انت عاقله جدا بجد. انا ما عملتش حاجه غلط عشان اعتذر. هو حضرتك متجوز لا، لا، عليها لا. هو ايه اللي مش ما فاهمه؟ ينفع. بص هو ايه البجاحه دي؟ انا مش فاهمه. دي اكتر حاجه بتضايق حضرتك عماله تقولي بجاحه بجاحه. أيوة، بجاحة. ازاي يعني؟ محمد ليفل محمد، البجاحه عندك محمد، عالي دي قوي. اكتر حاجه يعني بتضايق يعني الست. كمان مش يعني غلطان مش عايز تعتذر؟ خد بالك لا انا مش غلطان، الاعتذار ده وحتى لو بيريح. اتجوزت انا ما عملتش حاجه غلط. لا ده موضوع تاني. لا 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 ده مش طبيعي. بس انت جالك فرصه الاعتذار ده مش طبيعي، ده مش وهي طبيعي. عايزه تكمل علشان بيتها ما لا او يتخربش. اعتذر على حاجه انا مش مقتنع بيها. ده مش طبيعي، البني ادم ده مش عايزه طبيعي. تربي ابنها وسطكوا، طب ما فانت ليه عايز ماشي يتربى. هو كده كده هيتربى. اه لا هي مش فارقه لك واستنى ما خالص. يعني مش فاهمه استنى ثانيه ما واحده، تجيبها يعني هي البيت مش يعني؟ فارقه لك اصلا. مين اللي جايبها البيت؟ يعني مش فاهمه استنى ما يعني مليت متجوز التانية والتالتة وتجيبها البيت ولا ايه؟ انا مش فاهمه.